يكون عندنا طموح انهم يحكموا في الشامبيونز ليج. رشح الحكم يعني نحكم مباريات كبيره زي برشلونه وريال مدريد عشان نظهر صوره الحكم السعودي الممتازه اللي ظهرت اليوم للعالم. يعني الحكم اليوم مرعي عواجي، المفروض يحكم في الدوري الانجليزي، حرام يضيع وقته عندنا. كان واحد من الجمهور يكلمني يقول لي انه يعني في ضربه جزاء نواف العابد مستحقه وممكن طرد كمان. جمهور عاطفي يعني مش هالكلام، بالعكس يعني الحكم قدر التقدير الصحيح. تحكيم حتى اللعيبه لما دخلنا عليهم غرفه الملابس كانوا حقيقه بعضهم يبكي ويقول الحكم ظلمنا. انا طبعا وقفتهم عن هذا الكلام واختلف معهم اختلاف كامل. في دائره التهكم، ليش؟ اللي يقول انه في دائره التهكم معناه انه شايف شيء ثاني. انا اعتقد انه اي احد يشوف المباراه حيوصل لنفس بس الحكم السعودي ممكن يوصل ريال مدريد وبرشلونه تشامبيونز ليج. طبعا بالمستوى هذا بالتاكيد، على شرط يكون بالمستوى هذا. اعتقد بعد مباراه كان فيها الامير عبد الرحمن بن مساعد يعني لمح لهذه الامور. حينما تقول ان حكمنا من المفترض ان يذهب الى الدوري الانجليزي، اجدها مدح من باب الانتقاد. انا لم يصدر من لساني الا المدح، فالنوايا لا تدخلون فيها، النية عند رب العالمين. احنا ما دخلنا في نواياه، لا يدخلون في نوايانا. انا اقول الحكم مرعي، اقولها رائع 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 جدا.